بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. إذا كان هذا العنوان في الفيديو، إذا كان عنوان الفيديو لا يناسب الفيديو، فهو تعتبر نفسك كمثل شخص ذهب إلى معصية ما في مكان ما، وعندما ذهب أراد الله له الخير ولين قلبه، وسمع مناديا للإيمان ومن ينصحه ويرفعه ويعزه ويرفع مكانته، فاستمع لهذه النصيحة، ثم بعد ذلك مات فجأة وأدخله الله الجنة وعوضه الله كل ما يتمنى، فاحتسبوا الأجر لله. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وعلى آل محمد. هذه نصيحة المخزنين وغير المخزنين الذين يأكلون القات من موالعه وغيرهم. لا أدري ماذا أقول، هل أقول لكم قال رسول الله أم قال الطبيب؟ فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فهو يقوله الطبيب وينصح به الطبيب، فإن الطبيب ينصح بشيء قاله رسول الله، ولكن الطبيب لا يقول شيئا بمعنى أنه يريد دعوة أو نصيحة. الطبيب يقول هو للحصول على المال وإصلاح مستقبله. غسل اليدين 3 مرات بعد الاستيقاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه. وكذلك عند الاستيقاظ لابد أن يغسل يديه 3 مرات، وكذلك عند النوم قبل أن ينام لابد أن يغسل يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام ولم يغسل يديه فلا يلومن إلا نفسه. وهذا بمعنى الوعيد أنه سيتعرض للأمراض ويتعرض لأذى الشياطين بسبب ما تبقى من الأكل ومن الفضلات في يده من دسم وغير دسم، وخاصة الدسم. ولا بد الإنسان إذا أكل شيئا أو دسما لابد أن يتمضمض. التمضمض بعد الدسم وبعد الأكل. فغسل اليدين عند النوم هو التخلص من الأمراض والبكتيريا ومن أذى الشياطين الأشرار حتى لا يتعرض للأمراض والأذى، كما قال في الحديث: من نام ولم يغسل يديه فلا يلومن إلا نفسه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك الدعاء دخول الحمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدعاء إذا دخل الحمام قال بالدعاء، ونصحنا بهذا الدعاء، أن الرجل إذا دخل الحمام يقول عند الباب: بسم الله، لابد ولازم أن يذكر اسم الله ويدخل اسم الله، وهو الفاصل والخارق والقاطع بينه وبين الشر والأشرار. يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يمد رجله الشمال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يدخل، فإن الخبث والخبائث هم ذكور الجن وإناثهم الكفار الأشرار الذين يتبعون العورات. وعندما يقضي الإنسان حاجته فبعد البراز، وخاصة المخزنين الذين يكثرون من التبول والبراز، عندما يقضي حاجته لابد أن يغسل يديه بالصابون حتى ينتهي أثر البراز في يده، فإن هناك شيء من الأمراض والبكتيريا لا تظهر بالنظر، وإنما ينظر إليه الإنسان عبر الناظور. اذهب إلى المستشفى
ثم ترى فيها الناظور تنظر إلى يدك فهي مقدار النملة، يظهر هذا البكتيريا المرض بمقدار النملة، وهي تولد أمراض خطيرة. فلا بد الإنسان بعد قضاء حاجته أن يغسل يديه بالصابون ويدلكهما ويفرك الأصابع بعد قضاء حاجته من البراز. والأهم من ذلك أن يذكر دعاء دخول الحمام ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا هو الأهم. فإن غسل يديه بالصابون ولم يذكر دعاء دخول الحمام لا فائدة من ذلك ولا ينفع، لأن هناك شياطين يتبعون العورات ويدخلون ربما في جسم الإنسان، وربما بعض الأشخاص يصيبهم المس أو السحر أو الأذى من الشياطين بسبب أنهم لا يذكرون الله، كما قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لا بد أن تعمل بالأسباب. وكذلك عند دخول المنزل عندما تدخل تقول بسم الله ولجنا، بسم الله دخلنا، وعلى الله ربنا توكلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته أو منزله فذكر الله يقول الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم اليوم. ثم إذا تعشى وقال بسم الله قبل الأكل، إذا قال بسم الله يقول الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. الحديث رواه مسلم. لازم أن يذكر الله في كل شيء في البسملة. وكذلك تغطية الإناء والأكواب والإناءات في الليل لازم أن يغطيها الشخص ويقول بسم الله وإغلاق الأبواب في الليل عند حضور الليل لا يجوز الإنسان أن يجعل بابه مفتوح ولا نوافذه.